جردل صغنطوط زي اللي عندي دوت بتاع الجبنه، كنت راكنه عندي. بعد ما حطيته في الدقه، ركنته نص ساعه وبغرفه قدامكم اهوت. احلى واسرع ترمس ممكن تاكلوه في خلال 3 ساعات بالظبط. ما تعملوش البلدي بيطول جدا جدا، انما المستورد بيبقى زي الفل. ورشه الليمونه على الترمس ما يحلاش الا بالليمون، وده كان الشكل النهائي. كل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا بقى يا جماعه، ده نص كيلو من الترمس الحلو. احنا عندنا نوعين من الترمس، اولا ترمس حلو وترمس مر، او المستورد او البلدي. الترمس المستورد او الحلو ما بياخدش وقت وتكليف اول على طول، يعني هو مش هياخد معانا ان شاء الله باذن 3 ساعات وتكليف. بنطلع منه بس كده اي حبايه ترمس مشققه او لونها بني او شكلها غريب، وبننزل بميه عليه عشان الترمس اللي هيطلع من على الوش ده يبقى ترمس جواه فاضي. هنشيله، وبعد ما نشطفه كده شطه محترمه كويسه هنعمل ايه؟ ننقعه. طيب انا بقى عشان اسرع في النقع نقعته في ميه سخنه لمده ساعه. بص يا جماعه، بعد ساعه الترمس الحلو اللي حصل له انتفخ وانتفش، والقشره بدات تنعم، غالبيته قشرته نعمت. فدي اسرع طريقه تعملي بيها الترمس وتاكليه، ان انت تحطيه في ميه سخنه. انما لو انا نقعناه في ميه ساقعه يبقى الموضوع هيخش من 6 ل 12 ساعه. وحطيته في حله ومليت نصها ميه وعلى البوتاجاز. تركه مهمه جدا جدا. شايفين غطا الحله انا فاتحه ازاي؟ ليه انا بشاور كده؟ لان لو قفلت الحله على الاخر والترمس غلي هيعمل ريم في غطا الحله وعلى الحروف ديت. الريم دوت هيخلي الترمس يمرر ويخلي طعمه مش لذيذ ومش حلو. عشان اتجنب الموضوع ده اسيب فتحه من غطا الحله. بعد ما سلقته قعد على السليق بالظبط ساعه الا ربع، سبت الميه هديت عليه واوريكم اتسلق ازاي. طيب درجه السوى حسب ما كل واحد بيحب. في حد بيحب يمضغ معاه، وفي حد بيحب يبقى مهري جامد. يبقى دي حسب الراحه النفسيه وحسب ما حضراتكم متعودين. انا دقته لقيته كده هو على هوايه وعجبني تمام. طيب الميه الصفراء دي بقى اللي هي ميه السليق هنزلها وهشطفه مره واثنين وثلاثه وهنقعه 3 مرات، كل نقعه والتانيه بينها نص ساعه. جميل كده، 3 مرات كل نقعه والتانيه نص ساعه. كده بتاكد ان كل الميه الصفراء اللي داخله او اي مراره طلعت منه. وبعد ما غيرت الميه بعد كل نص ساعه عملت ايه بقى؟ شويه دقه حلوين كده معتبرين. الدقه مختلفه شويه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. شويه ميه عليهم شويه كمون. انا بحب احط الكمون على الترمس لان الترمس من البقوليات واللي يعني بتنفخ القولون وبتتعبه شويه، فالكمون بيساعد على عدم الانتفاخ. وشويه ملح حلوين. قد ايه بقى ملح؟ حسب الرغبه. اللي عايز مالح يزود، واللي عايز عادم يبقى يظبط الملح بتاعه. والتركه بتاعتي او اللي انا بحب احط عليها اللي هي ايه؟ البابريكا الحمراء. ما بحط الشطه عشان القولون. البابريكا بتدي طعم جميل جدا، وانا كمان بستخدم البابريكا المدخنه ودت الترمس في حته ثانيه خالص. واخد جزء كده حبه حلوين كده على قد اخوكم واحطهم في الدقه بتاعتي ديت. هنقعهم في الدقه ديت لمده نص ساعه عشان اتاكد ان هي شربت من الكمون ومن البابريكا ومن الملح. خلاص هقفل بقى انا، سواء بقى في بوكس عند حضرتك او جردل صغنطوط زي اللي عندي دوت بتاع الجبنه، كنت راكنه عندي. بعد ما حطيته في الدقه، ركنته نص ساعه وبغرفه قدامكم اهوت. احلى واسرع ترمس ممكن تاكلوه في خلال 3 ساعات بالظبط. ما تعملوش البلدي بيطول جدا جدا، انما المستورد بيبقى زي الفل. ورشه الليمونه على الترمس ما يحلاش الا بالليمون، وده كان الشكل النهائي. كل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.